السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي في كل مكان. حلقة جديدة من راديو عالم تفرج. صباح الفل، صباح السعادة، صباح الانسجام. حابب قبل ما أبدأ حلقتي أتكلم في كلمتين كده ردا على بعض الحاجات اللي بتحصل حوالينا من المعروف عني ان انا ما بحبش اتكلم في اي حاجة خارج موضوع الحلقة، لكن للضرورة احكام فيها يا جماعة حاجة اسمها التعايش، ودي معركة يومية محدش بيشوفها ولا بيعرف عنها حاجة خالص غير الشخص اللي بيعيشها وبس. بتبدأ المعركة بقى بمجرد ما تفتح عينك الصبح بعد عدد ساعات نوم قليلة جدا واللي كلها كوابيس وقلق. بتبدأ يومك بقى وانت بتحاول تصلب طولك مع الابتسامة المزيفة عشان تتجنب ان حد يسأل مالك او يعرف انك مش كويس. وهنا بتفضل بقى على مدار اليوم تجاهد مع نفسك ضد سخافات الناس اللي حواليك لغاية بقى ما يخلص يومك وترجع تهرب لسريرك تاني علشان ترجع تنام عدد الساعات القليلة اللي كلها كوابيس وقلق. وفي وسط ده كله بتبدأ تتعلم ان المعركة مش دايما لازم تكسبها. اوقات كتير مجرد انك لسه واقف، لسه بتتنفس، دي في حد ذاتها بطولة. بتتعود انك تضحك من غير سبب، تكمل من غير دافع، وتتعامل مع التعب كأنه صديق قديم اتعودت عليه. مع الوقت بتفهم ان التعايش مش ضعف ولا استسلام، هو نوع من الصبر المغلف بالعقل، نوع من السلام اللي بيجي بعد ما تتقبل ان مش كل حاجة هتتظبط. وفي كل يوم جديد رغم التعب والكوابيس بتفتح عينيك تاني، مش لانك مرتاح لكن لانك قررت تكمل. يمكن بكرة يكون اخف شوية، يمكن. خلينا نطلع بفاصل ونرجع لكم من تاني نبدأ موضوع حلقتنا، ويلا بينا. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. ورجعت لكم تاني من جديد وبنجدد الترحيب بأحلى الناس معانا. احنا المرة اللي فاتت لفينا في شوارع دمياط وشمينا ريحة الخشب وحسينا ان الشارع اقدم مننا وبيفتكرنا بالعافية. النهاردة هنقرب اكتر، هنقف قصاد الحجر اللي شاف حروب وشاف ملوك وشاف ناس عدت ومشيت وهو لسه واقف. هنبدأ معانا بجامع عمرو بن العاص. خلينا نبدأ بقى من الكبير. جامع عمرو بن العاص في دمياط، مش اللي في الفسطاط، لا، ده اتبنى سنة 642 ميلادية، يعني بعد دخول الإسلام مصر على طول. الجامع ده اتبنى على مراحل، وكل مرحلة كانت بتسيب بصمتها. مآذن اتجددت وأعمدة اتنقلت من عصور أقدم، كأن المكان كان بيقول هاتوا التاريخ كله وحطوه هنا. وعلى سيرة الأماكن اللي كانت عايشة قبلنا، في قلب دمياط كده بعيدا عن الزحمة بس جوه الروح، كان في مكان مش مجرد جامع، ده كان جامع ومدرسة في نفس الوقت. ها، عرفتوه؟ ايوه، هو فعلا جامع المعيني. جامع المعيني ده يا سيدي مش بس مأذنة وصلاة وخلاص، ده مكان كان بيتنفس علم، ناس داخلة تتعلم وناس طالعة فاهمة. الجامع ده اتبنى من اكتر من 700 سنة، وكان جنبه مدرسة المعيني، والمدرسة دي كانت جامعة زمان. الطالب يقعد يتعلم فقه ولغة ودين، ويقعد فوق القناطر والنيل تحت منه ماشي، والعلم فوق راسه ثابت. اللي يعدي النهاردة ممكن يشوف جامع، بس اللي يسمع الحكاية هيفهم ان المكان ده كان بيطلع ناس مش بس بيستقبلهم. اما مدرسة المعيني بقى فدي كانت حكاية لوحدها. طلاب جايين من بره دمياط عايشين على العلم واكلهم بسيط بس عقلهم مليان. المدرسة ما كانتش سبورة وكرسي، كانت شيخ وطالب وسؤال وإجابة وغلط وتصحيح. والعلم ما كانش مستعجل. يمكن المباني بتتهد ويمكن الزمن بيغير شكل الشوارع، بس في أماكن لو سكتت هتفضل تتكلم. وجامع المعيني ومدرسته من الأماكن اللي لو ركزت معاها شوية هتسمع صوت ناس اتعلمت هنا ومشيت وسابت الأثر. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك.
الحاجة اللي هنتكلم عليها بعد كده هي قلعة دمياط اللي اختفت. وهنا بقى الوجع. كان في قلعة دمياط قلعة حربية عظيمة اتعملت في العصر الأيوبي، وتحديدا بقى في زمن الملك الكامل، علشان تحمي المدينة من هجمات الصليبيين. القلعة دي كانت سبب في صد حملات كتير، وكانت عين دمياط على البحر. بس للأسف القلعة اتهدت واتمسحت، وفضل اسمها بس في كتب وكام صورة قديمة وشوية وجع في القلب. نيجي بقى لطابية عرابي. نطلع شوية كده على عزبة البرج، وهنا نقف عند طابية عرابي. اتعملت في أواخر القرن ال19، تحديدا سنة 1882 وقت مقاومة الاحتلال الإنجليزي. الطابية دي كانت نقطة دفاع، وكان واقف فيها جنود بيدافعوا عن شط مصر، مش بس شط دمياط. الحجر هنا مش مزخرف، الحجر هنا عسكري واقف مستقيم زي اللي ماتوا وهو واقف. تعال بقى نهمس شوية. كان في بيوت خشب قديمة، بيوت تجار وبيوت صيادين في دمياط القديمة، وفي نواحي بقى زي كفر سعد والسنانية وفرسكور. بيوت كانت معمولة بإيدين نجارين ضميطة، شغل فن مش بناء بقى وخلاص. البيوت دي كتير منها تد وكتير اتساب وكتير اتنسى من غير ما حد يسأل ليه ولا مين. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. معنا كمان جامع البحر، ومن المعالم اللي لسه واقفة. جامع البحر في دمياط اتأسس في بدايات القرن العشرين، وكان دايما علامة للبحارة وأهل المكان. الجامع واقف قصاد المية كأنه بيصلي والبحر بيرد عليه. أبواب دمياط القديمة. في دمياط كان في أبواب خشب مش شبه بعض، كل باب معمول بإيد ومتقفل على حكاية. الأبواب دي كان عليها مسامير كبيرة ومتقسمة تقسيمات هندسية، مش زينة، دي حماية علشان المدينة كانت دايما مهددة. النهاردة بقى أبواب كتير اتشالت واتباع الخشب واتعمل منه أساس، بس روح الباب لسه في الشارع. مباني الموظفين والهيئات اللي قديمة في دمياط وفي كفر البطيخ وفي فرسكور. كان في مباني حكومية قديمة اتعملت في أواخر القرن ال19 وبدايات ال20 وقت الخديوي عباس حلمي التاني. مباني بسيطة بس متقنة، سقف عالي، شبابيك واسعة علشان الهوا مش علشان الشكل. مباني دي اتساب منها اللي اتساب وتحول منها اللي اتحول، بس كانت شاهدة على زمن كان البناء فيه ليه هيبة. المساجد الصغيرة المنسية، لو المساجد دي اتنست فاحنا فاكرين مش كل مسجد لازم يبقى جامع كبير. في مساجد صغيرة كده في الأرياف اتعملت من أكتر من 200 سنة من غير اسم كبير ولا تاريخ محفور. مساجد اتبنت علشان الناس تصلي مش علشان تحتفل. المكان ده لو اتكلم هيقولك انه شاف اجيال خشعت ودعت ومشت. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد. راديو على كيفك. دمياط كان ليها موانئ طبيعية قبل الموانئ الحديثة، أماكن كانت السفن بترسى فيها من غير رصيف ولا خرسانة. أماكن دي كانت نقطة تجارة وسفر وغربة ورجوع. كل حجر قريب من البحر في دمياط عارف يعني إيه وداع. من المعالم اللي ما ينفعش نعدي عليها كده هي جامع الرحمة في راس البر. الجامع ده اتبنى في النص التاني من القرن العشرين وبقى علامة مميزة للمدينة. الجامع ده مش جامع أثري بالمعنى الكلاسيكي، بس هو جزء من تاريخ المكان الحديث وتحولاته بقى من مصيف بسيط لمدينة ليها شكل وروح. دمياط مش بس مدينة على الخريطة، دمياط موقف، يا إما تحافظ يا إما تنسى. واحنا هنا مش بنكتب تاريخ، احنا بنفكر وبنفتكر وبنقول المكان لو ملقاش اللي يحكي له بيموت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتي. كنت معاكم أنا محمد سعد في راديو على ما تفرج، وحكايات ما بتتكتبش في كتب. واستنونا الحلقة الجاية ونقول لكم باي. يلا نبدأ كلامنا خفيف على الراديو، نغني ونضيف
راديو